تفضل. أنا حصلت واحد تواصلت معه وتقابلنا في مواقع في معارض الدمام، وأخذت السيارة على أن نفحصها في مراكز الفحص في المعارض. فحصت السيارة الهيكل الخارجي والمحركات أمورها يعني تمام، وكان العداد يعني ماشية 188,000. توجهنا على المعارض وكاتبنا وكل شيء. في اليوم التالي قلت اجرب ادخل على موقع اسمه برنامج اسمه موجز، تدخل رقم الهيكل ورقم السياره يطلع لك بيانات السياره، كم عدد الحوادث، عدد المفوضين، عدد السائقين. فتفاجات من عدد المفوضين عليه السياره 151 مفوض قبل. 151 151 شخص مفوض على السياره. وقراءه العداد إلى آخر فحص دوري كانت ماشية 464,240. وانت شريتها كم كانت ماشية؟ أنا شريتها قبل 3 أسابيع من الآن. أيوة. كانت ماشية 188,000. فقبل يمكن 7 شهور كان في الفحص الدوري، قبل 7 شهور قبل أزمة كورونا كان قراءة العداد في أثناء الفحص الدوري 464,240. الآن تواصلت بعدها مع الشخص، اليوم الثاني تواصلت مع الشخص وقال لي والله أنا ما لي علم، أنا أخذت السيارة منك على أنك أنت مستخدمها ولها سنة معك، فأكيد خلال السنة هذه أنت فحصت السيارة والسيارة مفحوصة قبل 7 شهور. قال لي أنا والله ما لي علاقة، أنا كان عندي إيقاف خدمات ما نقلتها باسمي إلا متأخر. بعدين كلمني قال لي خلاص تعال قابل لي المعارض وأنا أرجع لك المبلغ، أرجع لك 22,000 لمبلغ الشراء، لكن الموضوع المكاتبه والتأمين ما لي علاقه. قلت خلاص قابلني، ما قابلني المعارض، ورحت المعرض واخذت صوره الهويه واخذت له صوره من المبايعه علشان اتوجه اشتكي. تواصلت مع وزاره التجاره قالت ما لنا علاقه، تواصل مع بينه هم اللي يدلونك، تواصلت مع مركز بينه حمايه المستهلك ووجهوني على المحكمه التجاريه. قدمت صحيفه دعوه في المحكمه التجاريه، المحكمه التجاريه قالت لابد من يكون لك صفه تجاريه اعتباريه. صفه تجاريه اعتباريه؟ لابد يكون عندك صفه تجاريه، انت يا مدعي لابد يكون لك صفه تجاريه، انت او المدعى عليه، انتم اشخاص لازم تحولون على المحكمه العامه. واضح. شكرا جزيلا لك جابر. استمعك استاذ احمد بس نطلع فاصل وبنتابع يعني تحديدا على كلام جابر قوماني.